السلام عليكم. الفيلم ده عشان اوريك انا في الاي تي هنا في الشغل بتاعي شغال مع كام واحد، كام نفر معايا، واخليهم هم يقولوا لك الاي تي حلو ولا وحش. ماشي كارلوس؟ Sir, what do you think about IT? what do I think about IT? ايوه yes. Well, I think it's a wonderful field, and I think this new generation should be involved more in IT. Okay, Um, so for people that who doesn't live في الناس اللي مش عايشة في أمريكا, people that who doesn't live in America, what they should get, what they should do to work in IT. I said A plus, network plus. exactly, you nailed it. A plus, Network plus. That's just the beginning. That's the Okay. foundation of IT. If Okay. you can do that, that's a good start, and from there you can take off. شايف الكلام ده؟ شكرا يا كارلوس حبيبي. حبيبي. Okay, good talking to you, Habibi. حبيبي اديك شفت ده واحد من صحابي شغال معايا هنا وقال لك الاي تي. تعال نسال واحد تاني نشوف هيقول ايه. What's up, Russ? What do you think about IT, Russ? So okay, Russ. خليني اترجم لك. واحد جاي امريكا جديد ولا عايز يتعلم عربي. Russ, if people want to learn IT, what they should learn, what is the certificate they should get? Here's the thing. What is the start? Okay, here's the thing, right? If you want to be in IT, you gotta have the personality, and you have the go for it kind of mindset, right? If you want to be in IT, So certificate degree is not important? it is important, but then you gotta start off with the base. You gotta start with that person. Things doesn't fall in your lap, right? You have to go for it. You know, Mhm. you know what they say. You gotta be a go-getter. Correct. You have to be a go-getter when you're in IT. بالظبط. That's literally the bottom line. Then you can do whatever you want to do. You want to do your degree, you want to do your certificates, whatever makes it better. But it starts with that person. You know, like someone, you cannot put a square on a triangle. If the person's not built for IT, then they can't work in IT. حبيبي شكرا. Give me a little. شكرا يا رس. Hey. ده رس والتاني اسمه كارلوس وفي غيرهم. يعني شايف المكتب ده كله مليان. سمعت كارلوس قال لك ايه وسمعت رس قال لك ايه. عشان تخش الاي تي لازم يكون عندك البرسوناليتي اللي هي بتكون طبعا احنا العرب البرسوناليتي زي العسل دايما مبسوطين وفرحانين. فدي الحاجه الحمد لله يعني فينا عشان تقدر تتكلم مع الزبون وتدردش مع الزبون وتشوف المشاكل اللي عنده. فزي ما انت شفت اهو انا شغال مع 14 نفر كلنا اي تي في المستشفى وكلنا بنساعد بعض. يعني مثلا انا دلوقتي مع حاجه ما عرفتش اعملها اروح لي راس ولا كارلوس ولا المعلم التاني اللي هناك ده اقول لهم مثلا انا ما عرفتش اعمل دي. فاحنا بننسى، فالبني ادمين عامه بتنسى يعني. فكويس لما يكون عندك صحاب كتير هنا شغالين معاك تقدر تشوف لو في حاجه وقفت قصادك تقدردشوا مع بعض تصلحوا مع بعض. فدي الحاجه اللذيذه. فعلى فكره يعني في اي شغلانه في امريكا في الاي تي هيعلموك. هم بس عايزين يعرفوا انت لما تعمل الانترفيو عايزين يعرفوا انت اللي هي كلمه جو جيتر. يعني انت من النوع اللي بتحاول تفكر بدماغك لوحدك ولا بتحاول تستنى حد يقول لك اعمل حاجه. فلما تشتغل في الاي تي خلي تركيزك كله ان انت بتحب تفكر لوحدك، بتحب تعمل سيرش في الجوجل لوحدك، بتحب تعمل اي حاجه لوحدك. ما بتستناش لحد المدير بتاعتك ولا الليد بتاعك ولا السينيور بتاعك يقول لك انت لسه انت ليه ما عملتهاش ولا مستني تعمل ايه. اسال دايما اسال. ولو انا اعمل دي ازاي فخليك رخم زي كده رخم اسال. طب دي بتعمل ازاي دي بتعمل ازاي واعمل سيرش وكلام زي كده. المهم ان شاء الله الفيلم يعجبكم وللحلقه اللي جايه